اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه ده يا زوزو؟ يا قلبي زوزو، تعالى اقول لك ازاي لو رايحه مصيف تحضري نفسك عشان تستمتعي بوقتك وتستمتعي بالبحر، ما تقفيش كتير في المطبخ وتوضبي اكلاتك كلها اللي هتاخديها حاجه كده. اللهم بارك. انا هنا يا جماعه جبت بسم الله ما شاء الله فرختين حلوين كبار، قلت اقطعهم كده اهو. اللي هتتقطع 4 هتتقطع، واللي هتتقطع 8 هتتقطع اهو. وهتعملي ايه يا زوزو؟ هنوضب بقى اكلنا كله، الفراخ والبانيه واللحمه وكل حاجه، ونتبلها ونجهزها بحيث ان انت تروحي تستمتعي بوقتك هناك وبالبحر، ما تفضليش تضيعي وقتك في المطبخ. المطبخ بالظبط مش هتكملي ساعه، يا دوبك هتحطي الحاجه في الفرن او على البوتاجاز وخلاص، على كده الاكل هيكون جاهز اهو. خليكي شطوره وست بيت شطوره. انا وزعت هنا الفراخ كلها بسم الله ما شاء الله، كنت بقطعها الاولانيه ودي التانيه. هنا بقى ايه، هنقعهم في محلول النقع بتاعي، سكر وملح وعصير ليمون على قد ما تقدري، وحطي شويه ميه كده زي ما انا حاطه، وسيبيهم مركونين بتاع ساعه كده اهو. وبعد كده هنشطفهم شطفه حلوه ونسيبهم يتصفوا. عندي البصل اللي انا بشربه يا جماعه وكنت مقطعه معاكم ومفرزاه، نفعني جدا. عصرت شويه ميه بصل ورحت واخداهم. اوعي ترمي التفل بتاع البصل ده، هنعمل بيه حاجات حلوه قوي. هنا بقى بنبهر بقى شويه ميه البصل دوت، فلفل اسود وشويه ماجي وشويه 7 بهارات وشويه ملح، واكسري عليها بيضتين يا ست البنات. ايه ده يا زوزو؟ ده يا قلبي زوزو للبنين. جبت البانيه بتاعي وهروح حاطاه في قلب التحقيقه كده اهو. وطبعا انا هنا اهوت ما كنتش لسه جبت اللبن، هركنه كده على ما اجيب اللبن بتاعي، وهزود بقى ايه بتاع نص كوبايه لبن كده اهو واركنيه. طب التفل بقى اللي فضل يا جماعه، هبهر برضو شويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه 7 بهارات، شويه كمون، وبشوري بقى طماطميتين يا ست البنات كده اهوت اهو. جهزي حاجاتك عشان تستمتعي بوقتك، انت رايحه تستمتعي، ما تضيعيش وقتك في المطبخ. وبعد كده اهو بشرت طماطميتين وقرن فلفل كده اهوت، وقطعيه حتت حتت حتت. بعد كده يا ستي البنات هتعملي ايه تاني يا زوزو؟ بصي يا قلب زوزو، هحط بقى حبه صلصه من اللي على جنب في الكيس ديت اهو، معجون صلصه. وبعد كده اهوت هنروح نجيب بقى حبة نوبة بيركة وحبة كركم. دي خلطة الفراخ يا جماعة هنعملها، وقطعة توم حلوة كده اهوت. اضربي كل ده بقى يا ست البنات يا قمر، قلبيه بس في بعضه كده. وبعد كده اهو هنروح ضاربينه في الكبة، حطي بس حبة ملح و حبة ماجي بقى، كام معلقة ماجي اللي انا حطيتهم دول، وانزلي بيهم كلهم كده خلطبيطة، اضربيهم في قلب الكبة. طيب عشان انا عايزاهم ناعمين جدا وكلهم ايه ينسجموا مع بعض كده. بعد كده اهو، بعد ما هضربهم في قلب الكبه جبتهم بقى اهو. وتعالي بقى يا ست البنات وانزلي بالفراخ بتاعتك اللي غسلناها حلو جدا وصفيناها جدا من الميه، وقطعناها شرايح كده اهو، تفتحيها عشان انا هدخلها الفرن زي ما يعني، هخرج من الكيس هرص في الصينيه وادخل الفرن بس، مش هعمل اكتر من كده. وتعملي بقى جنبها شويه بطاطس، صينيه بطاطس، شويه رز، شويه ملوخيه، براحتك خالص، شويه باميه اللي يعجبك اعمليه اطبخيه. ممكن شويه رز بسمتي مع الفراخ اللي في الفرن، شويه مكرونه، براحتك خالص. ابسط الامور وضبي قوام قوام كده بحيث ان احنا نستمتع بوقتنا هناك يا قمرايه. تروحوا وتيجوا بألف سلامة ومصيف سعيد للكل إن شاء الله، وادعوا لي أنا كمان أروح وأجي بالسلام. وهنا بقى جبت الإيه الأطباق بتاعتي، وابتديت أوزع الفراخ بتاعتي على الأطباق كده أهو، بحيث إن أنا أطلع طبق طبق وأعمله أهو. وجاهزة بقى متوضبة ومحطوطة في التتبيلة بتاعتها، حاجة كده اللهم بارك تحفة. رصي في صينيتك وعلى طول دخلي الفرن، ولا تقفي ولا أي حاجة أهو. وحطي بقى شويه خلطه من فوق كده اهو. وبعد كده هنروح مغلفين بقى بالاستريتش راب اهو، او في اكياس حسب ما انت عايزه خالص، براحتك خالص، دي حريتك الشخصيه. انا بوريكي بس ان انت تجهزي نفسك ازاي للمصيف، وبشطاره كده تحضري اكلك وكل وجباتك، بحيث ان انت تروحي على طول تبقي يعني الساعه دي ما تكمليهاش في المطبخ عشان تستمتعي بوقتك. وادي عملنا 3 اطباق. البانيه بقى حطيت عليه اللبن. وتعالي يا ستي البنات حطي الفيجيتار بتاعك وبدري، حطي كيس كده اهو في قلب الطبق وبدري كده اهو، وروحي رص على طول، تطلعي تقلي على طول، وجنبها شويه مكرونه شويه رز بسمتي. مش هتاخد نص ساعه وانت واقفه في قلب المطبخ اهو. اللهم بارك.
علشان ما تهلكيش نفسك هناك، قلتلك تستمتعي بيومك وبالبحر. حتى لو راجعين من البحر بالظبط بالظبط يعني مش هتاخدوا نص ساعة في المطبخ وهتكونوا بتتغدوا، يعني الحاجة جاهزة ومتوضبة ومتبلة وكل حاجة ايه تمام التمام. هنا بقى ايه عملت البانيه دوت، طلع طبقين يا جماعة، هم اللهم بارك، وبدرتهم وكله يعني على القلية على طول، مش هقف اهلك نفسي. طيب بعد كده يا زوزة هنعمل بقى كمان صينية السعادة. هناك جبت ربع كفتة وربع سجق وربع كبدة، السجق اهو والكبدة اهي، والكفتة هتبلها بشر بصل كده اهوت، وحبة فلفل اسود وحبة 7 بهارات وحبة كمون وحبة كزبرة حبة ماجي حبة ملح حتة تومة، وروحي ايه مقلبة كل الخلطبيطة دي ببعض. وهاتي طبق يا ستي البنات وكوري، اعملي كور كده اهوت اهو، علشان لما نحطها في الصينيه نحط السجق الاول وبعد كده الكفته والكبده وهوب، يبقى عملناها برضو في ثواني تبقى جاهزه معايا. هنا خلصت بقى اروح حطها في الاكياس بتاعتها كده اهو، يبقى انا جهزت كذا وجبه. عندي طبق اللحمه، عندي البانيه، عندي الفراخ، عندي كفته كبده سجق، براحتي خالص. ايا كان ممكن اي طبق من ده، عايزين تتعشوا بالليل شويه مكرونه جنبيه وتتعشوا على طول اهو. عايزين بقى تجيبوا عشاء جاهز هاتوا براحتكم. وهنا وضبت وجباتي، وهنا ما شاء الله خدت خضاري كمان، طماطمي وليموني وفلفلي وخياري وبطاطا.